السلام عليكم واهلا بكم في قناه المهندسين الوطنيين. معكم المهندس حسين الفيسي. النهارده 25 مايو 2026. حاليا موجود امام القصر الرئاسي في العاصمه الاداريه الجديده، وبالتحديد على الميدان قدام حدائق الشعب. حدائق الشعب دي سلسله من الحدائق موجوده ممتده من الغرب، بدايتها من هنا كده من عند الشارع اللي احنا موجودين عليه محور الماسة، وممتده باتجاه الشرق امام القصر الرئاسي وامام الحي المالي والحي الحكومي. عشان الناس تكون عارفه كل دي سلسله من الحدائق امام الحي المالي والحكومي والقصر الرئاسي. والمحور اللي احنا مش عليه ده اسمه محور الماسة. احنا جايين من اتجاه الشمال لاتجاه الجنوب. هو من المفترض ان المحور ده يمتد لحد طريق القطامية العين السخنة ويمتد لحد طريق السويس، بحيث يكون موازي للطريق الدائري الإقليمي، بس يكون في قلب العاصمة الإدارية الجديدة. المفروض هيكون له مخرج على طريق السويس وأمام مدينة حدائق العاصمة. عشان الناس تكون عارفة، قدامنا بدأ يظهر الحي المالي. الحي المالي ومنطقة البنوك، في مقرات البنوك الكبرى، بنك المركزي المصري، شركة التأمين والاستثمار، مباني إدارية ومالية كبيرة جدا. يعني كل المنطقة دي كلها تكون منطقة بنوك ومقرات إدارية لشركات كبيرة وعملاقة في مصر. هنا إن شاء الله تعالى الفترة اللي جاية هنشوف شغل كبير جدا في قلب العاصمة الجديدة. لو رحنا يمين من هنا نروح الحي السكن R3 R2 R1، وهنشوف منطقة الأعمال المركزية. المبنى اللي قدام حضراتكم على يدنا اليمين ده مقر إداري لشركات دكتور نرمين إسماعيل مدارس، مجموعة المدارس الخاصة بيها. وده كده روك كابيتال على مساحة 21,000 متر، مبنى إداري أرضي وسبع أدوار. وأمام الميدان اللي قدام حضراتكم ده تابع لشركة البطل، بيسلموا 3/4 تشطيب. وهندخل كده بقى على المحور الرئاسي أو المحور الوزارات. المحور ده زي ما قلت لحضراتكم جاي من عند مسجد مصر، مسجد الفتاح العليم، على الطريق الدائري الأوسطي، بيمر على الحي السكن R1 وR2 وR3 لحد ما نوصل للمنطقة اللي احنا موجودين فيها كده. ده كده بنك الإسكان والتعمير، خلاص بيحطوا اللمسات النهائية علشان هيشتغل إن شاء الله تعالى الفترة اللي جاية. ومن هنا كده منطقة البنوك، كل دي منطقة بنوك ومولات إدارية زي ما حضراتكم شايفين. ده بنك الإسكان والتعمير، بعد منه ثلاث مول على مساحة 8000 متر أرضي وسبعة متكرر برضه. خلاص بيحطوا اللمسات النهائية. هو المول كل الصف ده كده أمام حدائق الشعب والقصر الرئاسي. عشان الناس تكون عارفة المنطقة دي هتكون من أهم المناطق الموجودة في العاصمة الجديدة بإذن الله تعالى، على محور رئيسي ضخم جدا وأمام القصر الرئاسي، وحركة كبيرة جدا، ناس موظفين بيدخلوا ويطلعوا من هنا كده. دي كده شركة موسى للكابلات، المقر الإداري ليها. وبعد منها على طول باراجون 3، تابع لشركة باراجون، على مساحة 9200 متر. المول واخد نصيتين على المحور اللي احنا ماشيين عليه، وفي شارع بيدخلك على منطقة الحي المالي برضو أرضي وسبع متكرر قدام حضراتكم في الصورة. لسه في وحدات إدارية للبيع عشان الناس تكون عارفة الدنيا. هنا اللي قدام حضراتكم ده مبنى خاص ببنك، تقريبا البنك الخليجي العربي أو بنك مصر الخليجي، حاجة زي كده. لو دخلنا من هنا كده نروح منطقة البنوك من جوه. إن شاء الله تعالى برضو المولات اللي جوه الصفوف التانية والتالتة بإذن الله تعالى هنصورها برضو في جولات لوحدها كده. هنا مبنى زي ما انتم حضراتكم الخليجي المصري الخليجي أو حاجة زي كده، مش عارف الاسم ايه بالظبط. وبعد منه ستادل تبع شركة صروح. المبنى اللي بعد ده كده هنا سيتادل على مساحة 9000 متر، مشروع أرضي وسبعة متكرر واتنين بيزمنت أندر جراوند. كل المباني هنا فيها جراشات تحت الأرض. بعد كده جراند سكوير مول تابع شركة بيراميدز، من المشاريع اللي اشتغلت خلاص برضو أرضي وسبعة متكرر، وفي اتنين بيزمنت أندر جراوند. مساحة المشروع 7800 متر، من المشاريع اللي اشتغلت في الحي المالي. مبنى الدور الأرضي والأول والتاني تجاري، وباقي الأدوار إداري زي ما حضراتكم شايفين كده. ده احنا كده هنخش في الشارع الفاصل بين الحي المالي والحي الحكومي. ده كده الشارع الفاصل بين الحي المالي والحي الحكومي. المنطقة دي كده كلها منطقة الوزارات، 34 مبنى وزاري. طبعا الشوارع بحس انها ضيقة شوية،
لان الناس بتركن، والثقافه بتاعت ركنه العربيات في الشوارع دي لسه ممتده لحد دلوقتي، مع ان المول فيه تحت منه 2 بيزمنت، جراشين 2 تحت المبنى، يعني في جراشين 2 تحت المبنى، والناس بتنزل تركن عربياتها، بس هم الثقافه ان الناس لازم تركن عربياتها في الشارع يعني. زي ما حضرتك شايفين الدنيا هنا خلاص بدأت تشتغل في الحي المالي. في اكتر من مول اشتغل بالفعل، في مولات اشتغلت تشغيل تجريبي كده، وفي مولات خلاص بالفعل اشتغلت زي جراند سكوير وشانزليزيه مول، الاتنين تابعين لشركة بيراميدز في نفس الشارع اللي قدام حضراتكم ده كده. كل ده الحي المالي، ولو كملنا دخلنا شمال هنروح منطقة الوزارات أو الحي الحكومي. الحي الحكومي طبعا في النهاردة 50,000 موظف شغالين في العاصمة وبيرتادوا العاصمة يوميا، فيهم ناس سكنت في الار 3 وفيهم ناس ساكنة دلوقتي في مدينة بدر في منطقة زهرة العاصمة. ده كده قدام حضراتكم ذا اوفيس مول، وهنا المقر الإداري لشركة العاصمة. لو دخلنا شمال كده نروح منطقة الوزارات بالكامل، وهنا مولات خاصة بشركة موداد سيكتور 1 و 2 و 3، ودومينار برضو لهم مولات هنا. كل ده الحي الحكومي. المنطقة دي في يوم من الأيام كنت شغال فيها، كانت لسه صحراء وما كانش في أي حاجة خالص، كانت كلها عمال، ما كانش في موظفين ولا في أي حد هنا. خلاص الفترة اللي جاية هتبص هتلاقي فيه مشاريع بتشتغل تباعا كده إن شاء الله تعالى على نهاية 2026 هيكون معظم المشاريع هنا بإذن الله تعالى تكون اشتغلت. قدام حضراتكم ده مشروع شركة وورن ماركوي كومبلكس على مساحة 8800 متر أمام وزارة التربية والتعليم مباشرة. دي كده وزارة التربية والتعليم، وقصادها على طول مشروع شركة وورن. موقع المشروع على الميدان الرئيسي في الشارع الفاصل بين الحي الوزارات والحي المالي ومنطقة البنوك. زي ما انتم شايفين برضو خلاص بدأوا يشطبوا في المشروع خلاص بيستعدوا لتشغيله إن شاء الله تعالى الفترة اللي جاية. ده مشروع شركة وورن. المشروع يعتبر استلام فوري، وعندهم محلات تجارية دور أرضي. طبعا كل المحلات هنا والمكاتب بيدفعوا وديعة الصيانة 10%. ده كده الميدان الرئيسي. لو دخلنا من هنا نطلع عند البنك الأهلي والبنك المركزي المصري قدام حضراتكم ده في الصورة. وهنا في بلازا كبيرة خالص في النص بين البنك المركزي المصري ومبنى رئاسة مجلس الوزراء. كده أصبح على إيدينا اليمين ده وزارة التربية والتعليم، وده مشروع شركة وورن قدام حضراتكم. يعني لفيت في الميدان عشان الناس تشوف الشكل العام للوضع كده على الطبيعة. ده الشارع اللي احنا جايين منه، ده الشارع الفاصل بين الحي الحكومي على ايدينا اليمين والحي المالي اللي على ايدينا الشمال اللي في الصورة ده كده. هنا في 4 قطع زي ما حضراتكم شايفين، جراند سكوير وبعد منه مبنى، وبعد كده في ذا اوفيس، وبعد كده ماركوي قدام حضراتكم. وهنا برضو منطقة بنوك. خلاص يعني الدنيا بدأت تكتمل وبدأت تتقفل كده، ما عادش في مناطق فاضية كتيرة خالص في المنطقة هنا. يعني أي منطقة فاضية تلاقي فيها شغل خلاص بيشتغلوا فيها وبيستعدوا للتشغيل في المنطقة بالكامل بإذن الله تعالى. طبعا هنا في أتوبيسات رايحة جاية طول اليوم، كلها أتوبيسات شغالة بالكهرباء، وفي التاكسي بتاع العاصمة كله برضه شغال بالكهرباء. المدينة مدينة ذكية، كل المباني اللي قدام حضراتكم المباني الحكومية دي موطبة بألواح طاقة شمسية، بحيث بيستخدموها في الإنارة في المباني دي. طبعا المباني كلها متوصلة بمبنى تكييف مركزي، متوصلة بمبنى تكييف مركزي بحيث ما يبقاش فيه تكييفات مبنية محطوطة على الواجهات خالص يعني. بس برضه زي ما قلت لحضراتكم العيب الوحيد هنا في المنطقة الشوارع ضيقة، الشوارع اللي هي الطولية دي. قدام حضراتكم المبنى الخاص بشركة بروج مصر 60. وهنا مبنى وزارة العدل قدام حضراتكم، ده مبنى وزارة العدل. والمجمع ده فيه طبعا الحي الحكومي عشان الناس تكون عارفة مساحته 550 فدان، عبارة عن 10 مجمعات، كل مجمع فيه كام وزارة، 4 وزارات مع بعض، أو وزارة وهيئات حكومية مع بعض، لأن احنا عندنا 34 مبنى حكومي و10 هيئات حكومية، بالإضافة لمجلسي الشعب ومبنى البرلمان ومبنى مجلس الشيوخ ومبنى رئاسة مجلس الوزراء.
ده كده مبنى مصلحة الجمارك. وهنا شانزليزيه مول، شركة بيراميدز برضو خلاص اشتغل بالفعل. يبقى بيراميدز لها مشروعين اتنين هنا اشتغلوا بالفعل في المكان. عندنا برضو البروج عندهم مشروعين اتنين شغالين وتشغيل تجريبي كده، وفي مبنى اكتر من مبنى برضو شغالوا تشغيل تجريبي. ده شانزليزيه. وهنا مبنى شركة البروج مصر سكستي. لو دخلنا من هنا كده نروح برضو منطقة الوزارات من جوه، منطقة البنوك من جوه. هنا في كارفور، وده مبنى التكييف المركزي الخاص بالتكييف الوزارات والمباني الحكومية. ده سكستي زي ما حضراتكم شايفين. شركة البروج في كارفور في الدور الأرضي اشتغل بالفعل. يعني واحدة واحدة الدنيا هتشتغل هنا في العاصمة. ده فاينانشال هاب تبع شركة الصفوة، برضو خلاص بدأوا يشغلوا زي ما حضراتكم شايفين، بيحطوا اللمسات النهائية برضو في المكان. ده فاينانشال هاب، ده الصف الأولاني في رود 11 قدامكم حضراتكم ده كده. وطبعا في محطة خاصة بالمونوريل في الحي الحكومي، وقصادنا الأرض الفاضية دي منطقة الداون تاون. فاينانشال هاب هنا، وجنب منه على طول أوداز و11 مول. هنا كده في الاتجاه ده كده لو دخلنا يمين، هنا المحطة الخاصة الحي الحكومي، المحطة الخاصة بالمونوريل اللي قدام حضراتكم اللي هناك دي. كل المنطقة اللي قصادنا دي منطقة داون تاون اللي احنا لسه مصورين فيها أكتر من جولة الفترة اللي فاتت. احنا بنلف المكان بالكامل عشان الناس يعني اللي شارية هنا يشوف، لأن ناس كتيرة جدا بتسألنا عن المشاريع بتاعتهم، واحنا بنحاول على قد ما بنقدر ان احنا ننزل فيديوهات ونصور الدنيا على الطبيعة. ده كده فاينانشال هاب شركة الصفا. طبعا شركة الصفا لهم مشروعين سكنيين في منطقة المستثمرين، كنا مصورينهم برضو من فترة قريبة. ده كده زي ما حضراتكم احنا رجعنا في نفس الشارع. على اليمين كده منطقة الوزارات والحي الحكومي، وعلى الشمال منطقة الحي المالي ومنطقة البنوك. دي كانت جولة سريعة كده في منطقة الحي المالي. في نهاية الفيديو الناس ما تنساش تشترك في قناتنا قناة المهندسين الوطنيين، ولو حد عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يكتب لنا في التعليقات، واحنا إن شاء الله تعالى بنحاول نرد على كل الناس بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.